ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض اسرع ايس كريم بالبطيخ بطريقه ممتازه جدا وطريقه روعه. بجد الشكل البطيخ الايس كريم شكله حلو قوي وجميل جدا. طبعا زي ما انت شايفه كده، هنقسم البطيخه كده علشان ناخد الحته اللي هي في النص كده. يعني احنا عاوزين الحته تكون اللي هي الدايره. لازم تظبطي لما تيجي تقطعي البطيخه لازم تظبطيها بالظبط، علشان لو حته عاليه وحته واطيه كده الايس كريم مش هيطلع معاكي مظبوط. تمام. طبعا لو طلعت منك زي ما حصل معايا حته عاليه وحته واطيه، ممكن تشيلي الزياده القشر بتاع البطيخ بالسكينه كده، يعني انتوا نظرك. تمام. وبعد كده طبعا هتجيبي البطيخ. تمام، هتشيلوا منه البذر كده اللب بتاعه. هتشيليه كده واحده واحده كده بالسكينه او بشوكه. وهنعمل ديت هي كمان. تمام. طبعا لو حابه تضيفي البطيخ مع البذر بتاع البطيخ، ممكن تضيفيهم في الكبة او في الخلاط يتفرموا مع بعض، لكن انا وبعد كده طبعا هتصفيه في الاخر. لكن انا افضل ان انا اشير اللب بتاعه او البذر بتاعه بول بول كده، وبعد كده طبعا هنضيفه طبعا في كيسه، وبعدين هنحطه في الفريزر لمده 3 ساعات. طبعا بعد البطيخ ما طلع معانا متجامد من الفريزر، هنفرمه طبعا في الكبة او في الخلاط، يعني المتاح عندك هتضيفيها في الخلاط او في الكبة. وبعد كده هنضيف معلقتين من لبن البودر زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده هنضيف معلقتين من الكريمة. وبعد كده هنفرمه في الكبة مع بعض. زي ما انت شايفة خلصنا اول كمية. طبعا التاني كمية هنعملها برضو نفس اللي احنا عملناه. دي طبعا البواقي اللي كانت موجودة في الكيس بتاع الكريم، فانا ضفتهم طبعا كلهم. وبعد كده هنضيف نوع من انواع المربى، طبعا اي نوع مربى عندك. انا ضفت معلقتين من المربى. تمام. انا ضفت معلقتين من مربى الفراولة، يعني اي نوع تحبيه واي نكهة تحبيها في البطيخ. تمام. وبعد كده طبعا هنضيف لون احمر او لون البنك، يعني يدي شكل حلو قوي لشكل البطيخ اللي احنا هنعمله بالايس كريم. تمام كده. هنضيف طبعا في الطبق زي ما انت شايفه كده او في علبه، طبعا علشان يعني يكون متجامد معانا شويه. لو ضفتي على طول في قشر البطيخ كده مش هيجمد معاكي وكده، الدنيا هتبوظ منك لما تيجي تحطي البطيخ الايس كريم في قشر البطيخ. تمام. طبعا زي ما انت شايفه هنجيب طبعا القشر البطيخ اللي احنا قطعناها، تمام، دايره. وبعد كده طبعا هتخرميها بالسكينه او باي حاجه، بس الافضل بالسكينه زي ما انت شايفه. وهتجيبي طبعا الايس كريم العصيان بتاعه الايس كريم. تمام. بعد طبعا الايس كريم جبن معانا، طبعا انا سبته لمده ساعتين. تمام كده. زي ما انت شايفه طبعا انا استعجلت عليه وضفت على طول، فانت تسيبيه يعني ياخد يعني يكون متجامد معانا شويه. تمام. وبعد كده طبعا هنضيفي طبعا شوكولاته بيضه او شوكولاته بني او شوكولاته سمراء. طبعا انا ضفت شوكولاته اللي هي محببه زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله مخليه فيه شكل حلو قوي شكل جميل. طبعا هتخليها البطيخ لمده يوم كامل في الفريزر. ما شاء الله جميل جدا روعه زي ما انت شايفه، طبعا متجمد معايا وكويس جدا. البنات لما شافته قالوا لده انا شاريه من بره بجد، والله مجامله فعلا. طعمه كان رهيب قوي، طعمه كان حلو قوي وتحفه. اتمنى طبعا يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدعوه حلوه. مع الف سلامه.